كان هدفي انه نعرف الجمهور المصري انه اللبنانيين بيعرفوا يمثلوا وبيعرفوا يمزحوا وبيعرفوا ينكتوا. كمان نحن بنتمنى انه نفوت على مصر وعلى الجمهور المصري ويجمعنا عمل معهم قريبا، واي عمل لو اي حدا فريق على العمل اللي معنا يجي عمل وهذا العمل بيكون بوتنشل تبعه عالي انه ينجح ويعطيه قيمته للشخص، ما حدا بيوقف بطريق الثاني. مش مثل الشيء اللي مصدر لهم، لانه كل ما بتسمع الكومنتات تبعهم او الحديث انه انا ما بحياتي حضرت لبناني، هيك بقول بس مرحبا دولة وهول العالم بيشبهونا، بيشبهوا الكوميديا تبعنا وكذا. انا حسين أبو عمري 28 سنه، يعني صار لي 28 سنه عايش بلبنان، كل الوقت بلبنان، ليش بدي اسافر؟ عايش ببلد الامن والامان. تخيل ان حلقه واحده بس من مسلسل كانت كفيله ان هي تطلع المسلسل كله ترند. بس السؤال هنا ازاي نجح المسلسل ده ان هو يكسر الدنيا ووصل للشارع المصري بالصوت والصوره؟ اثبت يلا منك ليه ولا حركه، لدرجه ان هو خلى نجوم من مصر يطلبوا من ابطال المسلسل ده ان هم يجوا هنا ويعملوا اكبر جوله كوميديه عربيه اسمها لف بينا يا دنيا. بيسهروا وبيسكروا وبيصيروا يقولوا لي يلا باي وباي. بس قبل ما اقولك ازاي هقولك حاجه تانية الاول. مصر دي طول عمرها بلد الفن والفنانين، واي فنان في الوطن العربي بيبقى عايز ينجح بيجي مصر ينجح هنا، احنا هننجحه. المهم مصر هي اكبر دولة عربية بتتكلم عربي، وده بيخليها ليها دور مؤثر في الفن العربي كله. احنا اللي بنصدر الفن للعالم. بلاش يا بركات، بلاش الدم يا بركوتة. من 7000 سنة عندنا فن، عندنا نقش على الحيطان وتقطيع جرانيت، احنا اصلا خربينها من زمان. علي يا امين، علي يا امين، علي يا امين، علي. طب ايه بقى مرحبا دولة ده؟ ركز معايا، ده مسلسل كوميدي سياسي لبناني اتعرض اول مرة في 2024، يعني كمان شهرين يتم السنتين. حلو. الجزء التاني منه اتعرض السنة دي 2025، وفريق العمل الاساسي هما 3: حسين أبو او هما بيقولوا كده، ومحمد الدايخ، وشيرين الحاج او شيرين اللبنانية. هي لبنانية جدا، هي شيرين. ده بقى مسلسل بيحكي عن اسم شرطة في لبنان، غلبان ما تعرفش حاجة عن الكون، وكل يوم بتجيله مشكلة والضباط اللي هناك بيحاولوا يحلوها. ما كنت معصبة، بس انه بأي حق بتجوا بتفتحوا مخفر صار له مسكر من ايام النظام السوري؟ لا وله ذكريات بشعة اهل الضيعة. يا ريس اذا ما معك خبر في ناس ماتوا هون بهيدا المكان، فكيف انت جاي هيك تفتح؟ وما عم بفهم. ومأمور الاسم الريس محمد الدايخ. مصر بتندهلي. الجزء التاني اللي عرضوه ده عملوا فيه حلقة اتكلموا فيها بالمصري. انا شلت كفني على يدي علشان مصري يا باشا. لا ده انا مش شبرا يعني. ما تتكلم يا باشا، ايه ده؟ ما تتكلم يا باشا. ملخص الحلقة ان هم مسكوا واحد حرامي آثار مصرية ولقوا معاه تمثال، فعملوا معاه السليمة وخدوا منه التمثال رموه في كرتونة، فصابتهم لعنة. اللعنة هنا كانت ان هم يتكلموا مصري، ومن هنا كانت كوميديا الموقف كانت عبقرية. اشوف حل ايه؟ انا بزعق ليه؟ هم المصريين بيزعقوا يا باشا. الريس اللي معروف بالسلطة الرسمية الفيك بيتحول لعيل صغير بيتكلم لغة جديدة فمش عارف ينطق، وهو الحقيقة ما كانش عارف ينطق. انا بتكلم مصري ليه؟ ما انا بقول لك اهو يا باشا. لكن المحاولات دي نفسها كانت قمة الضحك، مش مجرد ان هو بيقول كلمة غلط، لا هو بيحاول ينطق الكلمة صح. سلموا لنا على الباشا. دي لو امك مسافرة ما عملتش كده. الحلقة دي نزلت لفت على السوشيال ميديا كلها، يوتيوب وفيسبوك، وطلعت ترند. وخليني اقول لك ليه. الموضوع باختصار ان هم عندهم حرية زيادة حبتين، والافيهات اللي بتتقال انت اول مرة تسمعها في مسلسل ناطق بالمصري. اللي صحيح يا باشا، هي ليلى دي صابتها اللعنة ولا عايزة تتلعن؟ عايزة تطلعني. والقرار نفسه كان فيه مخاطرة كبيرة جدا انك تستخدم لهجة بلد تاني في سياق كوميدي، ده ممكن يتقلب عليك لسوء الفهم او اتهام بالسخرية. بس فريق مرحبا دولة او مرحبا دولة لعبها بذكاء، والجمهور المصري ما شافش ده بسخرية خالص، شافوا محاولة لكسر الحاجز، وده كان اهم بكتير من اي اتقان للهجة. احنا ما بنتكلمش كده اصلا. دوست على الكيبورد بتاع الساتك بتاع باشا وتهزر زي المصريين برضك. يعني هو هنا بيتكلم زي احمد فتحي، لا يا نهار مش فايق، وده بيتكلم زي الليمبي. انا بحترمك علشان خاطر الباشا. وعملوا بقى فكرة جديدة، فكرة الدس. طب هيدسوا مين؟ الفنان محمد رمضان نمبر 1. ده انا نفسي حد يضرب محمد رمضان يا باشا، ده انا نفسي انا اضربه بس يا بابا. نفسي اي حد يضربه لمحمد رمضان، هو حلو وجميل بس لازم يتضرب. لازم يتضرب. انا نفسي اضرب محمد رمضان بقى. احنا بقى عايزين نشوف من ده تاني، يعني محمد رمضان يطلع يرد وهم يطلعوا يردوا، ويدوروا فكرة الدس في المسلسلات دي، هتبقى جامدة
جامده قوي. ايه ده؟ انتوا كنتوا في عركه مع محمد رمضان ولا ايه؟ لا كنا في عركه مع الحكومه. ما احنا الحكومه. احنا الحكومه. الفكره ان الناس حست ان الفنانين دول قريبين مننا. بص كده توجعني. بتوجعك قوي. ما انا عارف. الكوميديا اللي بتقدمها مرحبا دولة بلاك كوميدي، انت بتضحك عشان تنسى. في الاخر حسينا ان هم عندهم مشاكل شبهنا، حسينا ان هم مننا، يعني هم ما بيعرفوش يتكلموا زينا بس شبهنا، فينا منهم هم فيهم مننا. وفي ايه القرف اللبناني؟ كيف ازاي كنا نتكلم لبناني احنا كده؟ ولما الحلقة نزلت وطلعت ترند وطلعت جامدة وفنانين كتير شافوها، ففي منهم كتير قدموا لهم دعاوي علشان يجوا. طب تعالوا بقى يا جماعة ورونا. محمد الدايخ وحسين قووق معرفش بتتنطق ازاي قعدوا يفكروا في باقي الخطة. احنا ليه نكتفي بحلقة تلفزيونية؟ ليه ما نروحش ونقابل الجمهور ده؟ وقتها بس كان القرار السليم. هما جم فعلا وعملوا حفلة ستاند اب كوميدي وسموها لف بينا يا دنيا. والقرار ده برضو ما كانش سهل. النزول من الشاشة للمسرح ده قرار مختلف تماما. المسلسل بيكون فيه مونتاج وإعادة، لكن اللايف حاجة تانية، دي مواجهة حية. طب ما يلا بينا نجيب. ما نجيبه. يلا نجيب. ما الحل عندي. انا برقص ليه كده؟ انا برقص ليه؟ ما تروح نجيبه. يلا ما نروح نجيبه. يلا نجيبه. انا مش عايز اروح اجيبه. ولف بينا يا دنيا ما كانتش حلقة جديدة من المسلسل، ده كان عرض كوميدي متكامل ومختلف. عرض بيتكلم عن الحياة، عن مشاكل اللبنانيين والمصريين المشتركة، وعن الفروقات المضحكة بقى في كل حاجة. هم استخدموا الكوميديا للمقارنة، مقارنة ما بين الأكل وطريقة الكلام والزحمة. والكوميديا السوداء دي تزعلك وتضحكك في نفس الوقت، فانت تزعل شوية فتروح ضاحك فتنسى الزعل. والنجاح ما كانش جماهيري بس، ده نجوم الفن نفسهم باركولهم، وده كان بمثابة ختم التصديق الرسمي على جودة المحتوى. الناس دي بتقدم فن كويس، ودي رسالة واضحة للكل. الكوميديا ليها لغة واحدة، واحنا بندعم اي صوت عربي هيعرف يضحكنا. احنا عايزين نضحك، العرب عايزين يضحكوا عشان هم مش عارفين يضحكوا ولا عارفين حاجة. لا انا ما بدي اكون شهيد للوطن. لا انا مش طموحي صراحه. والنجاح ده على فكرة مش مجرد ترند وخلاص، ده هيفتح باب لتبادل فني كبير. مش هيبقى في حواجز ما بين الكوميديا اللبنانية والمصرية او السورية او العراقية. احنا هنرحب بأي حد يعرف يضحك، والكوميديا الساخرة ليها مكان في كل مكان. ومرحبا دولة بيسخر من السياسة والبيروقراطية اللبنانية، ودي نفس سكة الإفيهات اللي احنا بنحبها في مصر. افتح لايف على التيك توك وكبس ابو جاسم، شير ابو جاسم، شلونك ابو جاسم، والله شو بعمل؟ الناس دي بقت جزء من وجدان الكوميديا العربية الحديثة. ده كله بقى بسبب ايه؟ قرار جريء. قول لنا انت بقى في الكومنتات تحت، هل الكوميديا دي هتقدر تكسر الحواجز ما بين الشعوب؟ متنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب، شوف الزرار فين ودوس عليه، في واحد تحت دوس عليه. ده بالعافيه سوري، هيستحمل نفسه مصري ازاي؟ ما تعرفنا بالاسم. شو الاسم؟ ليلى. ليلى حلو، اسم هندي. هندي؟ بتحسيه ليلى من الليلو من اللولو. الليل يا ليلى يعاتبني. احنا اللي صدرنا المنتجات دي وهم استقبلوها. وهم استقبلوها. احنا صدرناها وهم استقبلوها. بس يا سعادة الباشا